صلى على النبي. لما الدور ده جاني بسخونية في العظم. أول ما جاني سخنت، وسخونية في العظم، وبقيت متغطية وعايزة أي حاجة للسخونية. جابولي للسخونية حاجات وخدتيه، مش راضية تروح مسافة تعميل بس البرشامة للسخونية، ومسافة ما تروح المفعول يرد عليها السخونية تاني. قلت خلاص، ده الواحد كده ايه، الحمد لله على كده. كل شوية اخد برشام برشام، وبرشام بقى للبرد، وبرشام ضد حيوي، وجبت علاج يامي ودواء للكحة وحاجات. تقولوا له روحي اكشفي. صراحة غلبوا معايا عيالي، وانا مش عايزة اخد علاج، بس كنت باخده غصب عني من الالم اللي فيه. وقلت وانا لو كشفت حتى، طب ما هو الدكتور هيكتب لي على الحاجات دي، وهيكتب لي حاجة زيادة ولا اقل. ما هي الحاجات دي اللي انا باخد. خدت علاج مش عشان مثلا ان احنا ما معناش نكشفه، لا، مستورة والحمد لله. انا بكره العلاج اصلا، بكره العلاج، مش عايز اخد كتر العلاج، مش حلو. بس الالم اللي فيه اكتر اكتر. فالحمد لله، الواحد يقول الحمد لله، ربنا بيمتحنا عشان نجربه منه. الحمد لله، الف حمد والف شكر. حريم عيالي ربنا يبارك لي، وعيال البنات ربنا يبارك لهم برجالتهم. انا عندي رجالة عيالي البنات زي عيالي بالظبط. ربنا يبارك لهم ويخليهم. ان ما يجوش يسألوا علي، يتصلوا بيا بالتليفون ورايحين جايين علي. ان شاء الله ما تحرم منهم ولا اشوفهم يوم وحش ابدا يضرني فيهم. ما اشوفش فيهم يوم وحش ابدا. حنانين فيهم حنية الدنيا. ربنا يخليهم ويبارك لهم في صحتهم، ويخليهم ويبارك لهم يا رب. رايحين جايين علي. طب الحمد لله. قوم يا ماما نكشف عليك. واتصلوا بجوزي يقولوا لي يا بابا اكشف على ماما، احنا هنيجي ناخدها ونكشفوا عليه اسكان ده ولا دي. صراحة يعني، صراحة الحاج ينقال هم غاليين عندي. صراحة هم غاليين عندي كلها. ربنا يبارك لهم في صحتهم وعافيتهم، ويرزقهم برزق عيالهم. ربنا يخليهم يا رب. وهم واللي سامعني، ويبارك لكم ويدوكوا الصحة، وما تشوفوا اللي أنا شفته أبدا. وأنا نزلت بوست صغير كده هو تعالى على النت. والله بص حبايبي كلك، رب اخواتي وعيالي ان شاء الله ما تحرم منهم ابدا. يقولوا لي الف سلامة عليك، واكتبوا لي كلام الف سلامة عليك الف سلامة عليك. ربنا، انا بحسبش ان انا غالية عند حبايبي واخواتي وعيالي، ما بحسبش الواحد غالي كده. ربنا يبارك لهم يا رب، ربنا يبارك لهم. واحد بقى الفترة اللي عدت دي ما كنتش بنزل اي حاجة خالص. والحمد لله الواحد اتنشاله عمر تاني. الف حمد والف شكر. ليه ما حد يشوف يا رب اللي انا شفته؟ والحمد لله. جيت الاخر وداني انسدت من كتر الكحة. وداني انسدت. رحت بقى وربنا يكفوكوا شر البلاوي. مناخيري لقيتها بتنزل دم، لقيت دماغي ده ما مش قادرة خالص فيه، مش قادرة. ورحت بقى اضطريت ان انا اروح اكشف عند انف واذن. ربنا يبارك له حسن طيب ده، ربنا يبارك له في الساعة. رحت قلت له يا دكتور حصل كذا كذا. قال لي انت عندك حساسية في مناخيري. كتب لي على علاج للحساسية. قلت له تبعي الدم ده يا دكتور اللي نازل لي يعني فجأة، انا لقيت دماغي ما اناش قادرة خالص. قال لي تقيس الضغط. قال لي ان انت بتاخد علاج للضغط. وقلت له باخد علاج للضغط عشان الضغط عندي بيعلى. قال لي قيسيها على طول، واداني كتب لي على علاج، وقال لي تيجي اداني قطرة، واداني علاج ومضاد حيوي، وقال لي تاخدي ده وتيجي تعيد الكشف. رحت ربنا يبارك له ووسعها عليه. دكتور محترم محترم، انف واذن ده دكتور محترم محترم. ربنا يبارك له ويديله الصحة ووسعها عليه. ورحت عيد الكشف. قال لي مشي على علاج على طول علشان انت عندك حساسية. كنت فترة الشتاء كلها تمشي على العلاج ده هوت عشان انت عندك حساسية
والحمد لله. قلت له ماشي يا دكتور، خلصت العلاج اللي عندك اللي انا كاتب لك عليه، خلصته كله. فالحمد لله، ربنا يبارك له ويوسعها عليه. وغسل لي وداني ليه؟ عشان الكحة صعب جامد، الكحة صعب. فالحمد لله، ليه ما حد يشوف ابدا، ليه ما تشوفوا حاجة وحشة ابدا. ويخليكم الاولاد كله بيخش لها القناة، ويبارك لكم في صحتكم وفي عافيتكم.